السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تبقوا زي الفل. النهارده يا جماعة رايح للدكتورة حسناء عمرو سعد، دي طلعت الأولى على المحافظة. أي نعم من ضمن أوائل كتير، ولكن بصراحة حسناء ليها ظروف خاصة كده. دلوقتي يا جماعة أنا في الطريق أهو، وهنقل لكم كل حاجة إن شاء الله صوت وصورة، وكمان رايح أفرحها بكذا هدية كده. يا رب يا رب يعني تعجبها. تابعوا معايا. احلى حاجه ان الطريق سالك والدنيا جميله، ويا حسناء انت حظك حلو قوي. يا رب يغدونا يا رب يغدونا. بصراحه يا حسناء كان نفسي اجيب لك حلويات، بس ما لقيتش احلى مني. والله العظيم فرحان جدا، اكن انا رايح اتكرم. والله العظيم فرحان قوي. طريق طول ليه كده؟ يلا بقى يلا. يا رب يا حسناء يعني نفرحك زي ما انا فرحان كده، والله العظيم يا رب. دلوقتي يا جماعه وصلنا الحومديه اهو، خلاص قربنا من بيت الدكتوره حسناء عمرو سعد، دكتوره اسنان ان شاء الله عشان تعالجني باذن الله تعالى. وصلنا حالا دلوقتي بيت الدكتوره حسناء عمرو سعد، يلا بينا. ودلوقتي يا جماعه قاعد مع الدكتوره حسناء عمرو سعد. جينا يا جماعه البيت اهو، والله اكبر هي زي القمر. ودلوقتي حالا هديها الهدايا اللي انا كنت جاي اديها لها. اول حاجه دي شهاده تقدير، اتفضلي يا دكتوره حسناء يا رب تعجبك. تاني حاجه انا وعدتك بايه بقى؟ بالتيشيرت اللي انا كنت براجع بيه اهو. على فكره ده مغسول ومكوي كمان، والله العظيم اهو. بس هو مش هيجي مقاسك ان انا اتخين شويه، انت رفيعه قوي يا حسناء. تيشيرت يا حبيبتي اهو، الف الف مبروك. وكمان بقى جبت لك حاجه يا رب يا رب يا رب تعجبك. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايك في الدرع؟ اهو درع المقاتله الدكتوره حسناء عمرو سعد، اللي طلعت يا جماعه الاولى على محافظه الجيزه. اي نعم في اوائل كتير جدا، ولكن حسناء يعني ليها مكانه خاصه في قلبي. حسناء يا جماعه ما كانتش بتاخد دروس اطلاقا خالص، ولكن كانت بتابعني على اليوتيوب وعلى منصه المقاتلين والحاجات دي كلها. والله اكبر قفلت في الدراسات وجابت 280. ودلوقتي هنعرف منها ازاي عملت الحاله دي. يا حسناء بعد اذنك اتفضلي الاول كده. ايه رايك؟ بجد عاجبك ولا ايه؟ يا رب يكون يعجبك، يا رب يكون يعني ينال رضائك. عايزين نعرف دلوقتي يا حسناء انت عملتيها ازاي؟ يعني ازاي كنت بتذاكري؟ هل المذاكره بكتر الساعات ولا المذاكره بتركيز ولا المذاكره بايه بالظبط؟ هي المذاكره بتكون بالجوده، يعني ممكن حد يذاكر كذا ساعه تمام، ولكن الجوده بتاعته مش زي حد بيذاكر بطريقه يعني احسن. يعني انا مثلا ممكن اذاكر 7 ساعات بس ما اعملش اي حاجه، وواحد تاني ممكن يذاكر ساعتين بس ساعتين بجوده كويسه وقاعد مركز والكلام ده كله. طيب صحيح بقى السؤال اللي محير طلاب مصر كلهم، هل النسكافيه اللي هو 3 في 1 ده عامل مساعد ولا ده كلام وخلاص؟ ده كلام وخلاص يعني مفيش حاجه اسمها اقعد اشرب نسكافيه وكوبايه شاي واركز وكده؟ لا، ما هو بالدليل ان احنا كنا في رمضان كانت المذاكره بتاعتي احسن من المذاكره في صح. ثواني ده كذا حد اصلا مكلمني والناس دي بتتفرج علينا دلوقتي. ازاي بتذاكر في رمضان؟ رمضان اصلا عباره عن صيام، بتبقى طبعا مجهده وحرانه وعطشانه وجعانه، والفطار بتاكلي تتقلي عايز انام، وبنيجي بعد كده سحور وحاجات زي كده. ازاي بتعمليها؟ انا كنت بنظم وقتي في رمضان على حسب الصلوات. بتنظمي وقتك في رمضان حسب الصلوات؟ حسب الصلوات. حلو. يعني مثلا دلوقتي قبل الفطار بتذاكري ازاي؟ ولا مش مذاكره؟ ده بذاكر قبل الفطار بذاكر من اول الصبح لحد العصر مذاكره. يعني مثلا من الساعه كام الصبح كده؟ انا بصحى الساعه 8 7:30. 8 و7:30، نخليها 8 لحد الساعه 4.
بتذاكري؟ ايه بعد ده؟ من ما العصر. بتزهقيش؟ ده قليل. قليل؟ بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني يا جماعه بتذاكر ثواني بس عشان برضه نفهم، من 8 ل 4 العصر، الله اكبر، ربنا يحميها يا رب، بتذاكر. قالت لك اصل كده قليل. طيب بتذاكري بقى في كل الوقت ده مواد مختلفه ولا ماده واحده بس؟ ده مادة واحدة عشان أنا بحب أركز في مادة واحدة وأبص فيها. اوه طيب تمام. يعني من 8 ل 4 ماده، العصر اذن صليناه وبعد كده المغرب وفطرنا وخلاص والدنيا زي الفل. بعد كده الدنيا بتبقى عامله ايه بقى؟ بعد المغرب بقى باخد كورسات. حلو. باخد كورس إنجليزي وكورس فرنساوي. تمام. ده برضه اونلاين. تمام. بعد كده بحفظ قرآن. اه بحفظه من العصر للمغرب ومن المغرب برضه للعشاء. بسم الله ما شاء الله. طب معلش سؤال بس كده، هو انا ماليش دعوه بس عايز اعرف، يعني انت مثلا حافظه كام جزء؟ نفس سورة البقرة. سورة بحفظ من أول سورة الناس كده. ايه ده؟ يعني انت من الناس للبقره، يعني قربت تختمي خلاص. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني مش بس دكتوره ومش بس يقولوا على المحافظه، دي كمان يا جماعه هتختم القران الكريم. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميك يا رب. طيب انا عايزك تقولي للطلاب ازاي تنظم وقتك، لان احنا مش بنعرف نذاكر. أنا كنت بنظم وقتي مقسماه قسمين. قسم في الأيام العادية اللي هي أيام الشرح وأيام المراجعات. حلو. ايام الشرح يعني ليها مذاكره والمراجعات ليها مذاكره. خلينا في الشرح الاول. أيام الشرح كنت بذاكر من أول الصبح لحد ما أخلص المهمات اللي أنا محددها لنفسي. ايه ده؟ يعني انت بتمسكي جدول كده تقعدي تقولي انا هعمل كذا وكذا وكذا وكذا، بكون مش بقى اللي هو السلام عليكم انا على الله حكايتي النهارده هذاكر الفرنساوي، لا هذاكر الدراسات وهكذا، لا انت بتنظمي وقتك وعارفه بتنظمي ايه. طيب هل كل يوم ماده ولا مثلا في اليوم مثلا ممكن مادتين مثلا؟ ممكن في اليوم ممكن مادتين. في اليوم مادتين. حلو قوي. طيب معلش نرجع لكلامك تاني. انا في رمضان بعد الفطار بعمل ايه؟ بعد الفطار زي ما قلت باخد كورسات. حلو. بحفظ قرآن. تمام. ولو مثلا المادة اللي أنا ذاكرتها من الصبح للعصر ما آه. لحقتش أكملها بكملها. بتكمليها بقى بالليل بقى. طيب من الساعة 12 بقى لحد السحور ده ايه بقى؟ طيب سؤال بقى أخير، سؤال أخير بقى عشان حوار رمضان ده نقفله. بتتابعي مسلسلات ايه في رمضان؟ من غير كده. انت خاتمة القرآن الكريم من غير كده، بتتابعي مسلسلات ايه في رمضان؟ أنا الصراحة ما كنتش فاكرة المسلسلات اللي في رمضان كانت ايه ده؟ بس أنا فاكرة أنا كنت بتابع. يعني طب بتتابعي ايه؟ اصل احنا بصراحه في رمضان احنا رمضان العباده، بس برضه اكيد بنشوف مسلسلات، بنشوف جعفر العمده، بنشوف الكبير قوي، مش عارف بنشوف حاجات زي كده. انت ايه بقى؟ بتشوفي قنوات تعليميه بس؟ لا كنت بشوف مثلا رامز. تمام. كشف المستعجل. كشف مستعجل. حلو. مسلسل مغمور قوي محدش شايفه تقريبا. تمام. طيب والكبير قوي احمد مكي اللي كله بيشوفه؟ كنت بشوفه بالصدفة يعني. يعني انت ماشيه كده اللي هو ايه ده هجرس ده انا عايز اشوف مش كده وبتاع، صح؟ يعني كان اهم حاجه بالنسبه لك هو يعني ان انت تذاكري وحاطه حلم قدامك. صحيح انت دلوقتي ان شاء الله داخله اولى ثانوي، علم ولا ادب؟ علمي. علم رياضه ولا علم علوم؟ يعني ان شاء الله هندسه ولا طب؟ رياضة. علم رياضه، يعني ان شاء الله هندسه. انت اصلا محددها ادب من دلوقتي؟ قد من زمان وانا صغيرة. والله بسم الله ما شاء الله. طيب بيقول لك ان كل طالب يعني متميز او مجتهد كان بيكتب في اوضته كده الدكتور احمد خليفه او المهندس احمد خليفه وحاجات زي كده. انت بتعملي الحاجه دي ولا لا؟ أنا كنت بكتب آية قرآنية وليس للإنسان إلا ما سعى. وليس للانسان الا ما سعى. وتحتيها بكتب مهندسة إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله. يعني الكلام ده صح؟ يقول لك انا بكتب في اوضتي اكتب المهندس احمد خليفه لان ان شاء الله في يوم من الايام هبقى مهندس قد الدنيا وهبني وهعمل وهسوي حاجات زي كده. الله اكبر، ربنا يحميك يا رب. طيب تحبي تقولي ايه للطلاب اللي داخلين ثالثه اعدادي؟ يعني ايه النصيحه اللي انت ممكن تقدمها لهم؟ ازاي يذاكروا؟ ازاي ينظموا وقتهم؟ وحاجات زي كده. أحب أقول لهم إن هم أول حاجة يقربوا من ربنا أكتر، ما يكونوش زي الناس اللي هي بتعتمد على الأسباب وتنسى رب الأسباب. طبعا برافو عليك. وكمان إن هم يعني يستغلوا الأجازة ديت إن هم ياخدوا كورسات تفيدهم في ثانوي. كورسات يعني لغات ولا مثلا برمجه وحاجات زي كده؟ لا الكورسات اللي هي تفيدهم في ثانوي، يعني برمجة ممكن ما تفيدهمش قوي. يعني مثلا زي كورسات إنجليزي. يعني او نفسهم في الانجليش في الفرنش وحاجات زي كده. أيوة أنا باخد كورس زي أمريكان إنجلش، بقالي 3 سنين يعني في الكورس دوت. باخد كورس فرنساوي. حلو. وممكن ما ياخدوش فرنساوي، يعني ياخدوا مادة اللغة التانية اللي هياخدوها في ثانوي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. طيب المذاكره بتبقى عامله ازاي؟ يا ترى بتبقى قاعده على مكتب ولا بتبقى قاعده كده على الركن كده ماسكه ورق ولا بتبقى قاعده قدام التلفزيون ولا ايه؟ لان في طلاب ثواني انا اسف بس في طلاب بيذاكروا سماعه في ودنهم.
يعني يسمع اغاني وهو قاعد بيذاكر، مش عارف ازاي يعني دي بتيجي ازاي، انا مش عارف والله. ان هو بتبقى نازله بترقص المعلومه دي يعني. فانت بتذاكري ازاي؟ انا بذاكر على المكتب. حلو. من قبلها بالليل بكون مروقه المكتب وحاطه المواد اللي انا هذاكرها محدده المهمات. يعني ان شاء الله بكره يوم الاثنين ان شاء الله هذاكر عربي وانجليزي مثلا ودراسات من كام لكام ومن كام لكام وهكذا، صح؟ لا مش بحددها بالساعات، يعني اخلص زي ما اخلص، المهم ان انا ما انامش غير لما اكون مخلصه المهمات. طيب تقولي ايه اللي مثلا بيذاكر ونايم على السرير؟ نايم كده وماسك الورق وبيقرا وخلاص، تقولي له ايه؟ ده كده مش هينفع، لان هو كده بيكون مشتت، مركز ان هو ينام مش مركز في المذاكره. مركز ان هو ينام. انا اعتقد اصلا ان احسن حل للنوم المذاكره. يعني انت لو عندك ارق، بص لي يا واد، انت لو عندك ارق وعايز تنام، انت فاهم، وهتموت تنام، افتح كتاب وذاكر هتلاقي بتنام على طول. طيب اللي بيذاكر قاعد على المكتب كده ورافع رجله على قاعد على الكرسي ورافع رجله على المكتب كده، ده برضه ايه؟ يعني ممكن يكون الطريقه ديت هي اللي بتريحه. هي اللي بتريحه. لكن المذاكره الاصح ان انا اكون قاعد على كرسي كده ومكتب قدامي معايا ورق وقلم وبكتب. طيب المذاكره احسن ان انا اقرا ولا ورقه وقلم؟ ورقه وقلم. يعني انت بالنسبه لك تجربتك نجحت بالورقه والقلم؟ لان احنا لما بنقرا بس عقلنا بيقول لنا ان احنا كده فاهمين وكل حاجه، ولكن لما نيجي نحل بجد بتلاقينا مش فاهمين حاجه، ولكن شفنا المعلومات. شفتوا بقى يا جماعه، يعني بتقول لك لما بقرا بس بدي يعني عقلي بيديني ايحاء ان انا كده فاهم وان انا زي الفل وان انا 100 فل 14، لكن لازم ان انا ايه اكتب بالورقه ويعني اذاكر بالورقه والقلم. يا حسناء انا بجد كنت متشكر جدا، ولكن يا جماعه دلوقتي انا عايز اوريكم بقى نموذج محترم جدا. وليه امر هي كانت الاب والام في نفس الوقت، هي ام الدكتوره حسناء. بعد اذنك اتفضلي معانا، بعد اذنك اتفضلي. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. والله شرف عظيم جدا ليا ان انا اجي لكم النهارده واشوف بنتك اللي هتطلع مهندسه، نفسها تطلع دكتوره، تطلع دكتوره اسنان عشان تعالجني برضه، ولكن طب ما اهو كله عايزك تكون دكتوره يا بنتي اهو، ما تغيري. ده دكتوره اسنان دي المياده. والله يا لاختك يعني. الله اكبر يا جماعه، هي اخواتها كلهم برضو اوائل ما شاء الله. انا معايا دلوقتي والده الباشمهندسه حسناء، مش هو دكتوره بقى خلاص، هي كانت الاب والام، فهتحكي لكم دلوقتي تجربتها مع حسناء وان ازاي طلعت نموذج محترم كده وان هو يكون الاول على المحافظه كلها. اتفضل. الاول انا بشكر حضرتك جدا جدا الله يخليك ان انت لبيت الطلب وجيت. انا مش عايزه اقول لحضرتك ان فرحه حسناء دي انا شايفاها في عينيها من جهه حضرتك. وبعدين بالنسبه لحسناء، انا يعني مواليدهم سابوني صغيرين، انا حطيت قدامي ايه قرانيه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فانا حطيت قدامي الايه دي وقلت خلاص انا هكرس وقتي كله ليهم هم. ففعلا انا عودتهم الاول على الصدق والامانه وحفظ القران. احنا وهم صغيرين فعلا والله دي تجربه. انا كنا بنروح الاول عند الشيخ، بعد كده قلت لا احنا ايه مش هنروح بره وانا هديكم. بدانا ايه علشان نوفر يعني مثلا علشان القراءه الصح. بدانا نجيب بصراحه التليفون والنت والقراءات اللي بيشتروه. بداوا هم يستجيبوا معانا. خصصنا كل يوم ان كل واحده منهم تسمعني جزء. يعني كل يوم واحده من بناتك تسمعنا جزء. ويوم الجمعه ده اعاده زي نسمع قديم. يعني هو خلاص يعني سنه مع سنه بدات انفصل عنهم شويه، ان هو اسيبهم يتعودوا شويه على نفسهم، اللي هو بقى يعني يواجهوا بقى الحياه شويه. قلت لهم طيب لو انتوا عايزين اقرا معاكم، قالوا لي يا ماما خلاص. وفرت لهم فعلا النت. بس هم لما يمسكوا النت فعلا بيدخلوا بقى يحفظوا القران. ما انا ببقى متابعاهم. ولا في كنترول طبعا حضرتك بتتابعيهم؟ انا بتابعهم خلاص. احنا مسكنا نت، انا بشوفهم. ما هو انا لازم برضه انا بشتغل بس لازم اتابعهم. بشوفهم بقى خلاص. انا شفتهم مره واثنين وثلاثه، اديتهم الثقه. في الاول انا عايزه اقول لحضرتك انا كنت بحفزهم. يعني يوم الجمعه دوت خلاص احنا نسمع، يبقى كل واحد ليه هديه. الاول هديه رمزيه وبعدين هديه اكل وبعدين هديه. الله اكبر يا جماعه. انا اسف بالمناسبه، هو في حسناء وفي حبيبه وفي ميادة، 3 بنات زي القمر، والله اكبر ما شاء الله، كلهم اوائل. مش عارف الله اكبر يعني مسافعيني عملوها ازاي؟ يعني الله اكبر كلهم، شفت شهادتهم كلهم الله اكبر اوائل ما شاء الله. ربنا يخليهم لك يا رب. حضرتك اتفضلي كملي كلامك. وبعد كده بدات ايه يعني بدات انفصل شويه عن حته ان انا اديهم الحافز المادي. بدات تعبيرات وشي ان هم ايه
يعني هم شايفين ان انا بتعب معاهم وده، فلو هم حتى بانهم قصرت بيحسوا ان انا زعلانه. هم الحمد لله الحمد لله يعني الحمد لله طالما الواحد قرشه جاي بالحلال فربنا بيلاقيه في ولاده. لما بيلاقوا التعبيرات دي من غير ما اتكلم ولا اي حاجه بلاقيهم بقى هم سمعوا لوحدهم. بس الموضوع اعتقد يعني كان صعب عليك انك تقومي بدور الاب ودور الام برضه. لا والله وبصراحه انا معايا انا شغاله واي حد بيقول الظروف واصل الدنيا ضايقه عليا واصل مش عارف ايه قدام عينك اهو. الله اكبر. انا عايزه اقول لحضرتك حاجه والله، يعني انا عايزه اقول لحضرتك الماده مش كل حاجه. يعني عايزه اقول لك الايه كل من يتقي الله يجعل له مخرجا. وبعدين في ناس بتبقى معاها مبالغ كبيره قوي ومع ذلك ربنا مش موفقها. أيوة. وناس دخلها قليل بس بالحلال. صح. فالحمد لله الواحد بيلاقيه في ولاده وبيلاقيه من يتقي. وبعدين حتى لما خلص نيته الله ربنا رزقنا بزمايل ونعم الناس بامانه. الله. انا شغاله مدرسه وزمايل، يعني عايزه اقول لك اكتر من اخوات. انا يمكن ليا اخت واحده متوفيه وكانت والدتي الله يرحمها عايشه معايا هنا والله يرحمها. فعايزه اقول لك ان معايا زمايلي اخوات بمعنى اصح. ايوه. بس واعتقد هم ما حسوش في يوم من الايام يعني لا والله يعني الحمد لله. يعني الحمد لله عايزه اقول لحضرتك انا بقيت يوم النتيجه ده اضحك وعيط. بس حتى لما كانت بتمتحن انا كنت بلاقي وهي عامله ايه حسين تقول لي يا ماما انت مش واثقه فيا. اقول لها يا حبيبتي انا واثقه فيكي. فانت حضرتك اصلا يعني تقبلتي خبر النتيجه ده ازاي؟ يعني انت بتحط رقم الجلوس طلع لك هو اصلا لا ده مش رقم الجلوس، ده هو الوزاره جابت الورق على السوشيال ميديا على الفيسبوك. انا بقيت اضحك وعيط. يعني الحاله كانت نفسها عامله ازاي؟ انا عماله اضحك وعيط. يعني انا بضحك وعيط وهي تقول يا ماما انت مش واثقه. انا يا حبيبتي واثقه بس يعني وانا معوداهم ان مهما كان في غش ما نبصش. يعني مهما كانت اللجنه مسيبه او يعني لا قدر الله في غش او كده انت خليكي في ورقتك ولا تدي حد وتاخدي من حد. حتى يمكن مستر محمد متابع العام في الرياضه الله يبارك له شخصيه محترمه جدا جدا جدا. اسمه مستر محمد ايه؟ مستر محمد عيد بامانه شخصيه من الناس المحترمه جدا جدا. ده كان مدرس هو متطوع ان هو بيدي لاولاد الثلاثه بامانه ماده رياضه. الرياضيات. ومس ازهار بصراحه الفضل يرجع لهم. اي مس ازهار برضه ماده ايه؟ انجليزي. بقيه المواد بصراحه يعني احنا بدانا نشوف. وعايزه اقول لحضرتك انا بدات اديهم الاونلاين. يعني في مواد يعني انا بوجه نصيحه لكل ام ان ما تحسسش ابنها ان هي مش فاهمه. انا كنت الاول وهم من ورايا افتح اليوتيوب واتفرج على حضرتك وده. يا حضرتك بتتفرجي اصلا عليا وانت بتشرحي للولاد ده. وبعد كده لقيتهم ده المستر احمد كويس، ده المستر محمد مستر بدات بقى هم ازرق بداوا خلاص هم يعرفوا. يا ماما لا خلاص ده المستر ده. بدات ادخل عليهم فجاه. انا طبعا انا عايزه اقول لحضرتك عشان الشغل ده برضه بتابعه. ما انا بتكلم فن في كده يعني في ظل هذه المشاغل دي كلها حضرتك مثلا بتخشي عندي على منصه المقاتلين او اليوتيوب وتتفرجي على المراجعات او تتفرجي على شرح وبعدين ابدا اشوفهم بقى هم شغالين ازاي. ادخل عليهم على غفله بصراحه على يوم والحمد لله يعني تدخلي كده غفله تلاقيهم قاعدين برضه بيذاكروا. لا يعني انا عايزه اقول لك الحمد لله والله يعني ده كرم ربنا. انا سجدت لربنا لان الحمد لله بقول لك لحضرتك ومن يتقي الله يجعل له. فالحمد لله رب العالمين. مش عايزه اقول لحضرتك انا فرحانه جدا بحضرتك. والله العظيم مبسوط جدا وبجد والدنيا مش سايعاني. لا والله انا فرحانه جدا. دكتوره ان شاء الله دكتوره اسنان باذن الله اسمها الدكتوره حسناء وطلعت الله اكبر الاولى على المحافظه كلها. عايزه اقول لحضرتك ان حضرتك من الناس القليله اللي ممكن تعمل بجد. يعني انا شفت فرحه في عيون ولادي عمري ما شفتها. حضرتك اصلا اول ما عرفت ايه ده انا كنت عايز ازغرط. والله العظيم كنت عايز ازغرط. قالوا يا ام الدكتوره مين معايا؟ مستر احمد. اهلا ازيك يا مستر عامل ايه وبتاع. انا عايز اجيلك يا ام الدكتوره نصور معاكي كده وادي لحسناء حبه هدايا. انا عايزه اقول لحضرتك انا نفسي ما كنتش مصدقه وهم بتاعين يا ماما مستر احمد. لا يا فندم ده انا اجيلك زاحف. ربنا يخليها لك يا رب. يكتر من امثالك فعلا. ربنا يكتر من امثالك. طيب ممكن بس نتصور بس برضو مع ميادة وحبيبك. نادي الحبيب تعالى حضرتك يعني الله اكبر نموذج محترم. لا حضرتك شرفت يعني الدنيا بحالها يعني انا لسه قاعد دلوقتي قالت لي دي نتائجه كلها ما شاء الله ممتاز 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 ممتاز. برضه نفس الكلام ممتاز وهكذا اهو. فرج كده قرب بعد اذنك قرب. والله بدون مجاملات يعني الله اكبر 3 بنات
زي القمر وما شاء الله كلهم متفوقات. ايه ده؟ ايه الحلاوه والشقاوه؟ تعالي اتفضلي يا حبيبتي، ازيك عامله ايه يا قمر؟ تعالي اقعدي جنب مامتك هنا. تعالي. انت حبيبه صح؟ انا حافظ. يا حبيبه رايحه تانية اعدادي برضو مقاتله، بسم الله ما شاء الله الله اكبر، رايحه تانية اعدادي. تعالي يا حبيبتي اتفضلي. دي مياده رايحه سنه كام؟ 5. تعالي اقعدي جنبي هنا يا حبيبتي. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. يا جماعه ل3 بنات الله اكبر كلهم متفوقات، وان شاء الله باذن الله انا اراهنك على اللي انت عايزاه، ان كمان سنتين هجيلك عشان اتصور برضو مع الدكتوره حبيبه، وبرضو هديها هديه واقول لها اتفضلي هديه دكتوره حبيبه ان شاء الله. هي برضه من متابعين حضرتك نموذج بصراحه، يعني مش عارفه اقول لحضرتك ايه ده؟ يعني هي برضو بتشوفنا على اليوتيوب برضو؟ يعني شرف عظيم جدا ليا والله. يعني بجد موفرين، خوفي ان انا اطلعهم بره البيوت، موفرين فلوس. انا عايزه اقول لحضرتك ما هو برضو الدنيا خطر والدنيا وبقى متابعاهم هنا. ربنا يكتر من امثال حضرتك بجد، ما شاء الله. يعني والله ربنا يكتر من امثالك فعلا. وتشوفي لهم يا رب كده احلى حاجه في الدنيا، وتشوفوا عرايس قد الدنيا يا رب ان شاء الله باذن الله، وتشوفي الدكتوره ان شاء الله دكتوره باذن الله تعالى، او مهندس خليها تطلع اللي هي عايزاه. عندنا بقى الدكتوره حبيبه الله اكبر، يعني انت خلاص محدداها ان شاء الله باذن الله. ربنا يخليهم لك يا رب، وانا كنت سعيد ان انا جيت صورت معاكم. انا اسعد والله، يعني صورت حضرتك، يعني انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه يعني. والله كل الكلام وصلنا، وانا لا والله يعني مش عارفه اعبر ازاي. اسعد ايام حياتي. انا عايزه اقول لحضرتك هم مستنيينك من الصبح، لا يعني الله اكبر. لا قاعدين واقفين. ميادة لما عرفت واقفه على الباب من الصبح. الله اكبر. ربنا يخلي يا رب يا فندم تفرح بيهم ان شاء الله باذن الله، وانا كنت سعيد جدا. طب حضرتك بس ممكن تقولي بس حاجه لاي حد فاكر ان الموضوع صعب جدا ونطلع من الاوائل لا والله انا زي ما زي كده. لا والله الموضوع مش صعب، هو الموضوع عايز اولا متابعه من ولي الامر. متابعه من ولي الامر. وبعدين انا يعني الواحد نفسه الكلمه دي توصل، ان الاب والام اللي بيعاني من ابنه مشاكل او حاجه لو لجأ للقران حفظ ابن القران، لو هو رايح الجامع معلش انا عايزه اقول لحضرتك هم لو شافوني بقرا القران وبصلي عمرهم ما كانوا يعملوا كده. يعني هو بيشوفوا حضرتك ويقلدوكي. انا من عادتي الحمد لله رب العالمين ان انا صلاه الفجر واقرا ورد القران اللي هو الجزء، لازم اختم الجزء كل شهر. تمام بسم الله ما شاء الله. يعني اقراه وجزء. فهو ولي الامر او لو ما رجعش في ابنه الحته دي هو من نفسه هيلاقيه بيذاكر، هيلاقيه بيعمل، وبعدين مفيش ضغط. يعني هو ايه يسيبه يختار اللي هو عايزه. يعني كل ولي امر يسيب ابنه يختار، بس برضه في كنترول. في كنترول، في برضه اللي هو بنراقبه برضه. في كنترول، مش بالزعيق، مش بالهات، لا. انا بقعد جنب ابني اكلمه بالراحه. في ولاد او في بنات ما بتحبش العنف. ايوه. وده ان اي ام لو قربت من ابنها او بنتها فعلا هتبقى احسن، هيبقى الموضوع بالنسبه لها عادي. يقرب منه يا ابني، يا بنتي لو عندك مشكله تعالي احكي لي، لو عندك اي حاجه تعالى هي الموضوع بس انا هحل لك مشكلتك احسن من الغريب ومش عارف ايه وحاجات. فانا بقول لحضرتك هي عيب مشكلتنا او عيب مجتمعنا بعدنا عن الدين. احنا بعدنا شويه فعلا للاسف. لكن هي مش حكايه ضيق في الرزق، لا والله. ممكن واحد بس برشامه بجنيه بيخف، واحد معاه ملايين، معلش يعني الماديات لا الماديات لا مش كل حاجه والله. وده كان ابسط مثال يا جماعه اهو، ما شاء الله الفلوس مش كل حاجه فعلا. لا الله اكبر، من اوائل المحافظه وما كانتش بتاخد درس بجنيه، مفيش. وبعدين انا معوده عيني تخنينها هو ده. مفيش حاجه، يعني احنا هنمشي على قد التخنين، على قد معانا فلوس على قد ما نعيش بيها. فهو ده الحمد لله. طيب يعني تجربه الاونلاين كانت حلوه ولا وحشه؟ لان في ناس قالت لي مش كل الطلاب، ايوه مش كل الطلاب، ولكن في طلاب التجربه دي نافعه معاهم ولا لا؟ لا كتير، انا بالنسبه لي فرقت معايا كتير. يعني حسناء ما نزلتش سنتر كده، ما راحتش لمدرس دراسات، مفيش؟ لا مفيش خالص. الله اكبر. ولا خالص، احنا متابعين اونلاين. حضرتك في الدراسات ومستر محمد بن في العلوم ما شاء الله. ما شاء الله الله اكبر. فمتابعين. ميادة نفس الكلام، حبيبه برضه متابعين اونلاين. يخلي يا رب. فلا فعلا والله تجربه. بس هنا بقول لحضرتك هي عايزه كنترول من الام والاب. أيوة. الاب والام وعايزين ان هو الام تحسس ابنها او بنتها ان هي فاهمه الدرس. انا فاهمه يعني ايه اقاليم مناخيه، يعني انت ضريس، يعني ايه حتى لو ما كانتش بتعرف تقرا وتكتب. معلش هو النت لو هي فتحته هتستوعب برضه، ودي بتساعد تقف جنبها. فهو وحتى لو مش فاهمه الدرس تقول لها طب ذاكري، طب اعملي، طب فين الواجب، طب تشد عليها كده. فهي عايزه لان اليومين دول يا فندم المغريات كتير قوي،
التيك توك والفيسبوك والحاجات اللي بنشوفها كتير الحاجات دي جدا، بقول لحضرتك فلازم يكون برضه في كنترول على ما انا بقول لحضرتك أيوة. يعني انا الحمد لله يعني كل شويه قاعدين متابعه. مم. يعني انا بقول لحضرتك الاول كنت بتعامل معاهم انا اللي معايا بجيبه لكم على قد ما تقولوا، لو زايد هجيب لكم ان اكتر شاء من الله كده. ان شاء الله. فهم زي ما انا بديكم انا عايزه اعمل، فبصراحه يعني عايزه نتيجه بقى، عايزه فبصراحه افرح بيكم والله بقى. ربنا يبارك لهم. الحمد لله بقول لك يعني الحمد لله ربنا يوفقهم يا رب يا فندم. على ويعيني خير. عليهم. 3 بنات زي القمر تشوفيهم ان شاء الله باذن الله، 3 دكاتره باذن الله تعالى ان شاء الله باذن الله. يا جماعه انا كنت مبسوط جدا بجد والله العظيم. انا بصور مع الدكتوره حسناء، وان شاء الله باذن الله كمان سنتين هصور مع الدكتوره حقيقه باذن الله تعالى. ربنا يوفقك ويوفق كل طالب مجتهد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.